وتبقى عندي جاهزة في أي وقت كده. اللهم بارك. شوية كفتة يا ولاد، لوز، حاجة كده زبدة. بص، أول حاجة كده نبدأ بسم الله كده ونصلي على الرسول. معايا هنا بصلتين كبار، فرمهم ناعم جدا زي العجينة، ومع نص معلقة صغيرة ملح، واقلبهم واسيبهم كده في مصفى ينزلوا العصارة او المية بتاعة البصل، وهركنهم كده حوالي 10 دقايق. معايا هنا اللحمة المفرومة بتاعتي، مثلا يعني دول لو كيلو ونص مثلا لحمة، كيلو اللحمة الأحمر خالص لربع كيلو دوش أو ربع كيلو دهن أو 150 جرام من اللية. تمام كده. لكن أنا جايبة اللحمة بتاعتي كيلو ونص كده على بعضها، ملبسها في قلبها الدوش أو الدهن بتاعها. كيلو ونص من اللحمة تكون في قلبها الدوش أو الدهن بتاعها. هحط عليهم هنا حوالي 4 معالق من ورق البقدونس مفروم ناعم، الورق بس بتاع البقدونس، ما باخدش العيدان الناشفة، الورق بس. ومعايا هنا 2 باكت حوالي 3 معالق كبار من بهارات الكفتة، دي جاهزة من عند العطار أو السوبر ماركت، أكياس كده مكتوب عليها بهارات أو تتبيلة الكفتة. تمام كده. حوالي 3 معالق كبار. معايا هنا واحدة كده من بلح جوز الطيب، دي بلحية كده كاملة، هبشرها كده كاملة على الكفتة. تمام كده بالمبشرة، بلحية كده ليها جوز الطيب. اعملي بقى الطريقة دي وادعيلي. خلصنا كده بشرنا البلحة كلها. ومعايا هنا بقى نص معلقة كبيرة من الملح، زيها بابريكا. معايا فلفل أسمر معلقة صغيرة، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، معلقة صغيرة بهارات لحمة. ومعايا هنا معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر اللي هو كيك شيف، ومعلقتين كبار مليانين من النشا، ومعلقتين كبار مليانين من الدقيق أو الطحين. ومعايا بقى هنا خلاص هنزل العصارة أو المية بتاعة البصل. أنا عايزة التفل بتاع البصل اللي هو الخشن ده، هحطه كده على الكفتة. لكن المية هركنها في التلاجة دلوقتي، هصبع بيها الكفتة لما اجي ايه اصبعها. خلاص خدتهم كلهم كده، فرمتهم تاني في المفرمة او الكبة، عجنتهم مع بعض كلهم كده بكل المكونات. بصوا بقى، انا عايزه الشده دي في قلب الكفته، في قلب اللحمه نفسها تكون ايه، الشده كده او الخيوط اللي انتوا شايفينها دي. انا هنا اللهم بارك عامله كيلو ونص كده من اللحمه. تمام. يعني ميكس على بعضها بالدهن بتاعها. انا هقسمها مثلا جزئين، انت بقى براحتك، عايزه تقسميها عايزه تعمليها براحتك. انا ساعات بعمل كده حبه كده واروح جايه مقسماها ورميها في الفريزر، تبقى عندي كده جاهزه. انا بس اديها ايه عجنه كده كمان عشان اتبل كل حاجه كده مع بعضها. وبعد كده كيستها زي الفل. طلعنا كيس بقى كده نعمله. معايا الصينيه بتاعتي عادي ناشفه، ما فيهاش اي ماده دهنيه، كفايه الماده الدهنيه اللي في قلب اللحمه. اي بقى سيخ زي كده، ده سيخ بتاع الفراخ المشويه اللي بيجي في الفرن ده. تمام. اللي هو بتاع الفراخ ده. او ظهر معلقه عادي، اي حاجه ماشي نفسك بيها. معايا ميه البصل جنب مناي في البوله، بدهن كده ايدي وادهن السيخ، واروح جايه واخده كوره كده ومصبعه كده الكفته بتاعتي. كل ما احس ان السيخ ناشف معايا وايديا نشفت، اللحمه هتلزق فيها او هتعجن في ايدي، اروح جايه ايه دهنه بسيطه جدا من ميه البصل، تخليها كده سكر طعمها زي العسل. انا دلوقتي شغاله معاكم وشغلت الفرن بتاعي من فوق ومن تحت، يعني الفرن من تحت والشوايه كمان. طب لو بيشتغل عندك تحت بس، هتشغلي تحت وبعد كده تروحي جايه مثلا مشغله الشوايه ياخد ايه يعني لون كده او حاجه بسيطه وتطلعي. الكفته عامه ما بتاخدش تسويه، شايفين بقى الفتحه دي بقى سر التسويه السريعه بتاعه الكفته، متبقاش مكتومه. خلاص كده اللهم بارك. بصوا في الفرن كده خلاص بقى قايمه تشد معايا. انا مشغله تحت وفوق الشوايه، مفيش اللهم بارك وربع ساعه وكانت استوت معايا زي الملبن. طبعا بقى منزله بقى الدهون بتاعتها وحاجه اللهم بارك. انا هنا اللحمه يا بنات كيلو ونص كده ميكس على بعضها بالدهن بتاعها، وكان عندي حته ليه صغنونه كده حوالي 100 جرام، رحت جايه حطاها تدي ريحه ايه كأني ضاني كده، بتبقى جميله قوي في الكفته بصراحه. مالكيش في الضاني ما تحطهاش خالص. تمام كده زي الفل. هنا ولعت حته فحمايه صغيره، ورحت جايه اول ما الكفته طلعت معايا على ورقه سلوفان ونقطه زيت من بتاع الكفته، ورحت جايه كاتمه كده الكفته حوالي 10 دقائق. بصوا هنا سخنه قوي، بس بصوا بقى زبده اللهم بارك قلبها كده ملبن من جوه. عايزه اقول لكم بصوا طريه قوي قوي، يعني هي واضحه ما شاء الله اللهم بارك. شويه بقى خضره كده، كان عندي بقى كده ناس عزيزه عليا عامله لهم وجبات، اصحاب زوجي يعني. بصوا بقى اللهم بارك، والله كانوا مفكرين الاكل كله من مطعم، يعني هم عارفين ان انا شيف بس مفكرين ما شاء الله في الاطباق بقى التقديم وكده والتغليف. اللهم بارك بألف هنا وشفا. جربوها يا بنات، الطريقه سهله وبسيطه وبجد، ويكتفي ان انت عامله الحاجه دي بايدك في البيت وضمناها. اللهم بارك. وبألف هنا وشفا لكل اللي أداء منها وأكل منها.
واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.